أثارت المذيعة في قناة سكاي نيوز الإماراتية تسابيح مبارك موجة من الاستياء والرفض في الأوساط الصحفية والحقوقية السودانية بسبب تغريدة عبرت فيها عن امتعاضها من المواقف الشعبية السودانية ضد قوات الدعم السريع المدعومة من الإمارات. وتعرضت الإعلامية السودانية تسابيح مبارك لسيل من الانتقادات الحادة على خلفية تغريدتها الأخيرة التي تساءلت فيها عن سيكولوجية الفرح بانضمام قادة من قوات الدعم السريع للجيش السوداني، حيث اعتبر أكاديميون وحقوقيون أن هذا الطرح يمثل محاولة لمغالطة الواقع المأساوي الذي يعيشه السودانيون. وقالت تسابيح في تغريدتها عبر حسابها الرسمي في منصة إكس: حالة الفرح والنشوة عند كل انضمام لقائد من قوات الدعم السريع للجيش السوداني أصبحت تحتاج دراسة نفسية. فهل الاختلاف مع الدعم السريع مبدئي أخلاقي كما تدعون، أم مشاعر مختلطة للبعض ومباراة كرة قدم لبعض آخر من السذج؟ وتساءلت: هل أنت ترفض الدعم السريع بشكل قاطع وتعتبرهم ميليشيا وتقفز على الحقائق وتتبنى كل السرديات الموجهة ضدهم، أم أنت مأخوذ بتجربتهم كقوات مشاة وحيدة في السودان ويسعدك وجودهم بين صفوفك وتحزن أنهم يقاتلونك وتستقبل من يأتونك منهم بحفاوة واحتضان؟ ورأى معلقون أن هذا التناول يمثل إهانة بالغة لوعي الشعب الذي دفع ثمن هذه الحرب من دمه وكرامته، واختزالا لقضية وجودية في إطار مباراة كرة قدم. وأشاروا إلى أن تسابيح مبارك سعت من خلال تساؤلها حول ما إذا كان الجمهور مأخوذا بتجربة الدعم السريع كقوات مشاة وحيدة إلى خلق حالة من الارتباك القيمي عبر الإيحاء بأن رفض السودانيين للميليشيا ليس موقفا مبدئيا ضد الانتهاكات، بل هو مجرد إعجاب خفي بكفاءتهم القتالية. ويعد هذا الطرح بحسب مراقبين ترويجا مبطنا لأسطورة القوة التي لا تقهر وتجميلا لوجه الميليشيا تحت غطاء التحليل النفسي، خاصة حين وصفت المتمسكين بالحقائق ضد الدعم السريع بأنهم يقفزون على الحقائق ويتبنون سرديات موجهة. علاوة على ذلك، يرى الرافضون لتوجهات مبارك أن الحفاوة التي انتقدتها في تغريدتها ليست إعجابا بتاريخ المنشقين، بل هي احتفاء بضعف جبهة الميليشيا وتقلص قدرتها على التدمير. فكل قائد يغادر تلك الصفوف يعني رصاصة أقل في صدور الأبرياء. وأكدوا أن محاولة تصوير الصراع وكأنه صراع خيارات بين جيش ومشاة محترفين وتخيير السودانيين بين الرفض القاطع أو الاحتضان يتجاهل جوهر القضية، وهو الصراع بين مؤسسة الدولة الشرعية وبين كيان موازن روع المدنيين ونهب ديارهم، وهو ما يجعل من تساؤلات مبارك محاولة لشرعنة وجود الميليشيا في الوجدان السوداني بطريقة ملتوية. ومن المعروف أن تسابيح مبارك المقيمة في الإمارات تدعم بشكل علني ميليشيا الدعم السريع وقائده محمد حمدان ديجيلو حميتي، رغم كل الجرائم التي ترتكبها تلك الميليشيا بحق الشعب السوداني. وكانت تسابيح مبارك قد واجهت اتهامات حادة بالانخراط في حملة دعائية تهدف لتبييض صورة ميليشيا الدعم السريع والدور الإماراتي في السودان. ويربط البعض بين أطروحاتها الأخيرة وبين زياراتها الميدانية لولاية دارفور، والتي تمت عبر مسارات حدودية تستخدم عادة لتهريب السلاح والمرتزقة، حيث ظهرت في يومها الأول برفقة عناصر مثيرة للجدل، من بينهم المدعوة شيراز المعروفة بخطابها التحريضي ضد نساء شمال السودان. كما تلقت في اليوم الثاني عرض زواج علني من القيادي في الميليشيا الملقب بالقاري صاحب السجل السيء في التحريض على الانتهاكات الجسدية بحق نساء الخرطوم. ويرى ناقدون أن محاولة مبارك سيكولوجية مواقف السودانيين ليست سوى تمهيد لنتائج جولتها الميدانية التي يتوقع أن تركز على إظهار الوجه الإنساني للميليشيا والإمارات، مقابل محاولة فبركة شهادات تدين القوات المسلحة والقوة المشتركة، وذلك ضمن مخطط إعلامي تقوده القناة الإماراتية لإعادة إنتاج المشهد السوداني وتزييف الحقائق على الأرض بما يخدم مصالح الميليشيا وحلفائها الإقليميين. إلى ذلك، قررت مؤسسة سكاي نيوز البريطانية سحب ترخيصها لسكاي نيوز عربية الإماراتية وإنهاء الشراكة بينهما خلال العام المقبل، بعد اتهامات للقناة الإماراتية بالترويج للدعاية وتبرير انتهاكات ميليشيا الدعم السريع، مع تقارير تشير إلى إنكار وقائع موثقة دوليا حول مجازر في إقليم دارفور بحسب تقرير لصحيفة ذا تلغراف. وقالت الصحيفة: تستعد سكاي لوقف شراكتها الإخبارية المشتركة المثيرة للجدل مع دولة الإمارات العربية المتحدة بعد اتهام القناة بممارسة الدعاية وإنكار الإبادة الجماعية. وكشفت صحيفة ذا تلغراف أن هيئة البث الفضائي البريطانية
أبلغت فعليا بنيتها سحب ترخيص استخدام علامة سكاي نيوز من قناة سكاي نيوز عربية اعتبارا من العام المقبل. وبحسب ما ورد، أبلغ مسؤولو سكاي شركة IMI الإعلامية التابعة للدولة في الإمارات بهذا القرار في أواخر العام الماضي، كما استكملوا الإجراءات القانونية اللازمة لانتهاء الترخيص. ولا تزال قنوات الاتصال مفتوحة بين الطرفين، وقد يتم التوصل إلى اتفاق لإنقاذ الشراكة، وامتنع كل من سكاي وIMI عن التعليق. ويأتي هذا الانفصال المرتقب بعد اتهام سكاي نيوز عربية بتلميع الفظائع التي ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع، وهي جماعة شبه عسكرية سودانية مدعومة من الإمارات، وذلك وفقا لوكالات استخبارات غربية. كما يزعم أن الشيخ منصور مالك نادي مانشستر سيتي والممول لشركة IMI لعب دورا رئيسيا في التحكم بأنشطة الإمارات في السودان، وقد نفت الإمارات مسؤوليتها عن الفظائع التي ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع. وفي عام 2024 هاجمت الدولة الخليجية المملكة المتحدة عبر الوزير المحافظ السابق نديم الزهاوي، متهمة إياها بالوقوف مكتوفة الأيدي بينما يقوم السودانيون بتشويه سمعتها في الأمم المتحدة. وكانت شركة IMI قد حاولت بشكل منفصل في عام 2023 الاستحواذ على صحيفة ذا تلغراف بالشراكة مع شركة ريد بيرد كابيتال بارتنرز، وهي شركة استثمار خاصة أمريكية، إلا أن الصفقة أحبطت بعد موجة اعتراضات واسعة بسبب مخاوف تتعلق بحرية الصحافة. وبعد مفاوضات مطولة، اتفق الطرفان على بيع الصحيفة إلى الناشر الألماني أكسل شبرينغر. وسيؤدي قرار سكاي بقطع العلاقات مع IMI إلى إنهاء شراكة متساوية بنسبة 50% لكل طرف، كانت قد أبرمت لأول مرة في عام 2010. وفي ذلك الوقت كانت سكاي خاضعة لسيطرة نيوز كورب وروبرت ماردوخ، الذي كان يسعى إلى بناء تحالفات مريحة مع الإمارات، وكان يخطط لمنح تراخيص لعلاماته الترفيهية لمشروع 20th Century Foxford، وهو متنزه ترفيهي في دبي. غير أن هذا المشروع ألغي في عام 2018 قبل بدء أعمال البناء. ومنذ عام 2018 أصبحت سكاي مملوكة لشركة كومكاست الأمريكية العملاقة في مجال الكيبلات، ويأتي انسحابها من الشراكة مع الإمارات بعد أن أنهت أيضا الترخيص الذي كانت تمنحه نيوز كورب لاستخدام علامة سكاي نيوز في أستراليا. وهناك يعد نهج القناة أقرب إلى الطابع الحزبي لشبكة فوكس نيوز الأمريكية التابعة لمردوخ، مقارنة بسكاي نيوز في المملكة المتحدة التي تعمل وفق لوائح صارمة تفرض الحياد. وكانت سكاي نيوز عربية قد انطلقت في الأصل بهدف تقديم أعلى المعايير الدولية في تغطية شؤون الشرق الأوسط، إلا أن مسؤولين سابقين في سكاي مقيمين في المملكة المتحدة قالوا لصحيفة ذا تلغراف في نوفمبر إن القناة تحولت إلى منبر يروج لحكام الإمارات. وقال أحدهم إن مجلس التحرير الذي أنشئ لمراقبة التغطية لا يمتلك أي سلطة حقيقية، نظرا لأن القناة مملوكة لنائب رئيس الدولة الإمارات الشيخ منصور بن زايد. وأثارت سكاي نيوز عربية جدلا دوليا واسعا العام الماضي بسبب تغطيتها لسيطرة ميليشيا الدعم السريع على مدينة الفاشر عاصمة ولاية دارفور. وقد وثقت صور الأقمار الصناعية مجزرة بحق آلاف المدنيين، حيث كان عدد القتلى كبيرا لدرجة أن تجمعات الدماء والجثث كانت مرئية من الفضاء. وفي فبراير خلصت بعثة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة إلى أن وجود نية لارتكاب إبادة جماعية هو الاستنتاج المعقول الوحيد من نمط الاغتصاب والقتل والتطهير العرقي. لكن سكاي نيوز عربية أرسلت مراسلة إلى موقع الأحداث، وهي متزوجة من مسؤول بارز في الحكومة الموازية التابعة لميليشيا الدعم السريع. وظهرت تسابيح مبارك خاطر في مقطع مصور وهي تعانق قائد في ميليشيا الدعم السريع، كانت قد دعت المقاتلين إلى اغتصاب نساء دارفور قائلا لها نحن معكم. ثم قام بتقديم تقارير زعمت فيها عدم وجود أي دليل على الفظائع التي وثقتها صور الأقمار الصناعية أو التقارير الإعلامية المستندة إلى شهادات ممن تمكنوا من الفرار. وعلى موقعها الإخباري نشرت سكاي نيوز عربية مقالات تشير إلى أن صور الأقمار الصناعية مجرد أخبار كاذبة، وتواجه الإمارات اتهامات واسعة بدعم ميليشيا الدعم السريع في الحرب الأهلية السودانية، ضمن مساع للحصول على الوصول إلى موانئ البلاد واحتياطياتها من الذهب وأراضيها الزراعية. ودفعت شركة IMI عن تغطية سكاي نيوز عربية في بيان لصحيفة ذا تلغراف، معتبرة أن اتهامات التحيز صادمة ولا أساس لها. كما قال متحدث باسمها إن الادعاء بأن مجلس المعايير التحريرية لم يعد يعمل بفعالية